اهو يا استاذ علي الكباب بتاعنا اهو، هنغرفه طبعا بنفس المنظر ده كده يا استاذ علي، بيبقى ناشف ما فيهوش ميه. بص بقى اللي انا عايز اوريه لك يا استاذ علي، طبعا احنا ما اديناهوش ميه اقسم بالله يا جماعه، ده ميته بتاعت الخضار اللي هو مسوي نفسه فيه. اقسم بالله. بص يا استاذ علي بقى السوا بتاعنا، بص يا استاذ علي، بص يا جماعه حته اللحمه، بص بص يا استاذ علي دايبه دوب ما شاء الله، اقسم بالله يا جماعه ما خدت جرام ميه. الكباب بتاعنا يا استاذ علي اهو، سوا ما شاء الله مظبوط، طعم ان شاء الله مظبوط ما شاء الله، تركايه مظبوطه خالص تطلع معاكم باذن الله بنفس الطريقه دي، حاجه ما شاء الله ما شاء الله حلوه خالص، وعقبال عندكم جميعا يا رب. النهارده استاذ علي احنا هنعمل حاجه جديده معانا، احنا بالتحديد في المطبخ بسيط الحاج سماره محمد بيومي. هنعمل معانا حاجه جديده النهارده اللي هو كباب، بس هنعمله بطريقه كباب في الفرن، هنسويه في الفرن في الطاوله. اول حاجه استاذ علي احنا معانا قطعيه لحمه معينه هنا كده زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، اللي هي عباره عن الروز بيف وعباره عن الفيليتو. يا جماعه الروز بيف والفيليتو دول اللي هو اطرى حاجه في الذبيحه. طبعا يا احنا حاطين لها برضه شويه سمين هنا عشان احنا عايزين نحافظ على الطراوه بتاعه اللحمه، مش عايزينها تبقى ايه شاده معانا، احنا عايزينها تبقى ايه جوسي معانا ان شاء الله. تمام. اول حاجه هنضيف معانا هنا ان شاء الله كاتشب. دي كده التتبيله يا شيخ. باذن الله هنتبله كده يا استاذ علي. نضيف معانا الكاتشب زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. ده حاجه اسمها صويا صوص يا استاذ علي، برضه هنضيف منه شويه كده بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله يعني كده. معانا خل هنا كده يا استاذ علي، يعني ده واحده خل يا استاذ علي عشان تساعد معانا على السوى، حته اللحمه ما تنهريش معانا. دي واحده خل تركيز طبعا يا استاذ علي 5%. تمام. وهنديها علبه مستردة معانا، مستردة معانا يا استاذ علي اهي. يبقى احنا حطينا كاتشب يا استاذ علي، حطينا خل، حطينا مستردة، حطينا صويا صوص. تمام. الشكل اللي حضرتك شايفه معانا ده ان شاء الله. معانا هنا ده توم مفروم يا استاذ علي، هندينا برضه سنه صغيره مش كتيره، وهنبدا بقى نقلبها ببعضها بالشكل ده كده. لسه في برضه اضافه بهارات يا في شيخ. اضافه خضار وفي اضافه بهارات. ايوه لسه معانا ايه فيها شغل كتير يعني ان شاء الله. تمام. تنفع يا شيف من قطعه لحمه ثانيه غير اللي احنا شغالين بيها؟ تنفع ما فيهاش اي مشكله. زي ايه؟ نصغرها شويه، تنفع من اي مكان في الذبيحه، تنفع من مكان مثلا من الكوستاليتا، تنفع مثلا معانا من القص، تستوي معانا بسرعه وفي نفس الوقت يبقى تستوي عالي وتحافظ على ايه؟ على المكعب نفسه بحيث ان هو ما ينهريش معانا. تمام يا شيف. تمام. هنبدا بقى نبهر يا استاذ علي. معانا هنا فلفل اسود زي ما حضرتك شايف كده بالظبط اهو. ده بلح يا استاذ علي ناعم اهو. يا جماعه الناس اللي بتجيب من بلح حرام، احنا ما بنحطش بلح بالكميه اللي الناس بتتكلم فيها. احنا يا استاذ علي بنحط ما يقارب هنا بالظبط حوالي 20 جرام، ما يعمليش فيها حاجه اصلا خالص. حاجه بسيطه يعني خالص. تمام. احنا ربنا ربنا الله تعالى برضه في شغلنا. دي شطه ناعمه يا استاذ علي زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. ايوه. ودي بهار اهو، معانا بهار لحمه زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. ونبدا بقى نقلبها ببعضها كده. ده الملح يا استاذ علي اهو. ودي طبعا معانا نوع بهار ثاني اهو يا استاذ علي برضه. ده برضه بهار ثاني اهو. ونبدا بقى يا استاذ علي ايه؟ نقلبها ببعضها كويس كده عشان كل المكونات دي تختلط ببعضها، اللحمه بالبهار بالمستردة الصويا صوص بالكاتشب بالخل. بعد كده بقى يا استاذ علي هنعمل لها خطوه ثانيه وراها برضه ايه لحضراتكم اول باول كده. هنعمل لها حاجه اسمها مارينيه. المارينيه ده عباره عن بصل، فلفل الوان، جزر، ممكن فلفل سبايسي، ممكن طماطم كده ان شاء الله. صحيح هنوقفها معانا على ايه؟ على شويه المارينيه اللي انا قلت لحضرتك. طبعا دي طريقه جديده يا شيف لكباب الحله. طريقه جديده خالص وان شاء الله هتعجبك باذن الله وتبقى عشان احنا بنحاول كل يوم يا استاذ علي يبقى معانا جديد في الشغل. بص يا استاذ علي بقى ده الخضار اللي احنا اتكلمنا فيه اهو يا جماعه. عباره عن فلفل يا استاذ علي وفلفل الوان اصفر واحمر وبصل وجزر. تمام. وهنفرمه ايه في المفرمه زي ما حضرتك شايف كده. ده بقى يا استاذ علي احنا بنسميه مارينيه. ايوه. بس طبعا بنعمل في ناس بتشتغلوا طبعا سكينه بليان مثلا او فرنشات، وفي ناس بتشتغل في المفرمه زي حالتنا كده، بس هو انا افضل ان هو يكون في المفرمه احسن عشان الخضار يتوه مع اللحمه، هيديك تيست كويس خالص. يسمع فيها جامد. يسمع طبعا، هيديك تيست محترم جدا. تمام. كده الشيخ محمد بيحكم اهو التتبيله. والله يا استاذ علي احنا بنعمل الحاجه اللي ترضي ربنا وبنوريها للناس زي ما بنعملها. مفيش اي معلومه اقسم بالله مستخسره في الناس خالص، لان احنا مش هنخسر حاجه. على شيف هو استاذ علي طبعا احنا وريناكم الخضار وبالفرم يا جماعه معانا اول باول اهو. احنا ما بنداريش حاجه عنكم خالص اقسم بالله، كل حاجه معانا اول باول. كده بقى يا استاذ علي برضه نقلب نفس التقليبه بتاعتنا ثاني اهو عشان كل مكوناتنا ايه تختلط ببعضها كويس قوي. على فكره يا استاذ علي احنا ما اديناش طماطم خالص ولا صلصه، واحنا مش محتاجين عشان ضايفين كاتشب يا شيف. بالظبط. طب ليه يا شيف ما ضفتش طماطم؟ طماطم احنا مش عايزين نحمر اللحمه معانا يا استاذ علي، هي اصلا مكعب لحمه كويس كله احمر ما شاء الله،
فمش عايزين الطماطم تغطي على اللون بتاع اللحمه. عشان ما تغمقش يعني. عشان ما تغمقهوش معانا، ولو لان هو لسه هيخش الفرن كده كده بيديله وش. لو خد طماطم هيوصله معانا لايه؟ لوش احنا مش عايزينه او مش حابينه، الدرجه مش حابينها خالص في الايه؟ هيبقى غامق يعني. فانت عايز طبعا الاكل يكون شكله فاتح كده يكون احسن. طبعا. طبعا يا شيف، انت قبل ما تسوي هتسيبها في التتبيله مثلا هسيبها وقت كده حوالي بالظبط كده ساعه وساعتين. ساعه. حوالي ساعه كده في التتبيله بتاعتها ايه، تشرب منها فيها كده وتبقى معانا ايه زي الفل ان شاء الله. الخطوه اللي بعد كده يا شيف هنعبيها بقى بعد ما تقعد معانا ساعه هنا في التتبيله الزعلي. هنبدا بقى نعبيها في الصواني بتاعتنا دي. تمام. وما بنديهاش ميه برضه، هنوريها لكم على الطبيعه. وبعد كده ندخلها الفرن ايه، نغليها غلوه، ولما تستوي ان شاء الله على نار هاديه يعني. طبعا اللحمه اصلا تستوي على البخار، يعني اللحمه دي ناعمه اصلا. كده اللحمه اهي بعد فوائد. بعد ما سيبناها كده ساعه استاذ علي معانا اهي. في التتبيله بتاعتها زي ما قلنا بالظبط. تمام. طبعا ما فيهاش ميه ولا حاجه خالص استاذ علي، بس هي ان شاء الله باذن الله في الفرن الخضار ده كله بيجيب ميته يسوي نفسه. قلبها كده تقليبه استاذ علي كده اهو. تمام. نبدا بقى استاذ علي، بص هنحط هنا كده. طبعا لو علينا عليها الفرن يا شيف تنشف تتلسع. احنا مش عايزين الكلام ده. هي اهم حاجه نار هاديه عليه. طبعا نار هاديه كده هتخليها الخضار ده يجيب ميته كله استاذ علي ويسوي نفسه كده ايه ان شاء الله يعني. احنا معانا اكل كام فرد يا شيف؟ باذن الله حوالي 2000 فرد باذن الله تعالى. 2000 فرد باذن الله. ممكن برضه نديله اضافات من فوق يا شيف على الوش ولا حاجه، ولا خلاص ممكن نديله جبنه موتزاريلا الصبح بس مش النهارده يعني. بعد السوا كده استاذ علي لما نخش نشمعه كده في الفرن تاني ممكن نديله جبنه موتزاريلا، ممكن نديله شويه فلفل الوان. يا جماعه ده اسمه كباب فرن زي ما قلنا. حته لحمه قطعيه اللي هي بتاعت الروز بيف والفيليتو يا استاذ علي. بنقطعها مكعبات زي ما قلت لك شايف كده بالظبط يا استاذ علي، نفس الحجم ده كده، نفس الحجم ده كده يا استاذ علي. وبعد كده بنعمل لها المارينيه اللي حضراتكم شفتوه ونتبلها بالمارينيه يا استاذ علي. تمام. وبعد كده ندخلها الفرن معانا على نار هاديه خالص يا جماعه، ممكن تقعد ساعتين في النار على نار هاديه تستوي بدون اضافه ميه خالص خالص خالص، وهتطلع ان شاء الله مستويه وهوريها لكم باذن الله تعالى قبل ما نحطها على السفره بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله. شيف ده كده كباب الحله اهو بعد ما طلع من الفرن. بص يا استاذ علي، ده احنا كده خلاص وصلنا للسوى النهائي وادينا له الوش بتاعنا الجميل وادينا تمام اهو يا استاذ علي. الكباب بتاعنا اهو هنغرفه طبعا بنفس المنظر ده كده يا استاذ علي، بيبقى ناشف ما فيهوش ميه. بص بقى اللي انا عايز اوريه لك يا استاذ علي، طبعا احنا ما اديناهوش ميه اقسم بالله يا جماعه، ده ميته بتاعت الخضار اللي هو مسوي نفسه فيه. اقسم بالله. بص يا استاذ علي بقى السوى بتاعنا، بص يا استاذ علي، بص يا جماعه حته اللحمه بص دايبه، بص يا استاذ علي دايبه دوب ما شاء الله، اقسم بالله يا جماعه ما خدت جرام ميه. احنا ما بنعملش حاجه الا قدامكم. احنا يا استاذ علي اهوت المنظر بتاعنا اهو ما شاء الله اهو اهو يا استاذ علي اهو الكباب بتاعنا اهو يا استاذ علي اهو سوى ما شاء الله مظبوط، طعم ان شاء الله مظبوط ما شاء الله، تركايه مظبوطه خالص تطلع معاكم باذن الله بنفس الطريقه دي، حاجه ما شاء الله ما شاء الله حلوه خالص، وعقبال عندكم جميعا يا رب. شرفتنا ونورتنا يا استاذ علي والله. تسلم يا شيف محمد. حبيبي الله يوسع عليك. وانا وصحه على اللي هياكل. الشيف محمد الحميري رقم 1 البلد حبايبي. يا عم مصطفى هو طلع. بص بقى السمبوسك بقى، سمبوسك بالسمسم وحبه البركه يا راجل يا بركه. بص ده حكايه ثانيه يا استاذ. لا دي حاجه احنا بنعصق كده لا 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 بص 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 لا حته من الفخده دي خلي بالك، هي نازله كده، ما بنعصقش كده مفروم على هي نازله كده. الله اكبر. ده بياخد تركايه كده عشان يطلع لك الجو. انا عايز اقول لك بص يعني بص انا مسكتها بص مفيش زيت في ايدي يا استاذ علي. لازم بص يعني حاجه خفيفه، انت لازم تحب شغلك عشان طبعا شغلك يحبك ويديك. طبعا طبعا طبعا. خش كده على اللحمه تعالى، ده القتيل بتاعنا، القتيل بتاعنا حلو الكلام. وده ارفع البصمات يا استاذ علي بعد اذنك. بص انا عايزك تمسك حته اللحمه كده للناس. بص أنا عايزك بص عايزك تمسك كده دي هي رايحه اصلا. بص يا استاذ علي بص بسم الله ما شاء الله. بارك. بص انا عايزك تمسك حته اللحمه كده بايدك يعني بص يا استاذ علي عايز اقول لك بص امسكها. امسكها بص. لا حرام كده ما تعرفش هتصرف مني تسلم كده. عليها دي ما تعرفش تمسكها في ايدك دي. ابعد يا ابو علي. يلا يا استاذ.